وقد قال الله سبحانه وتعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فتحقيق الإيمان سبب من أسباب نصر الله عز وجل للمؤمنين. وقال الله عز وجل أيضا: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد، أي إن تعودوا لمعاداة المؤمنين وقتالهم نعد نحن كذلك لنصرهم، ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. وأن الله مع المؤمنين، وهذه معية خاصة تتضمن النصر والتمكين للمؤمنين، فهي معية خاصة، وإلا فإن الله عز وجل مع كل الخلائق كما جاء في سورة قد سمع. قال الله عز وجل: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. وهذه معية عامة، ولكن المعية الخاصة التي تتضمن الرعاية والتوفيق والسداد والنصر والتمكين هي للمؤمنين. وقال الله عز وجل أيضا: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين. بلى إن تصبروا وتتقوا، فبين أن من أسباب نصر الله عز وجل لهم وإنزال الملائكة مقاتلين معهم ومعينين لهم بأمر الله عز وجل، بأن هذا من أسبابه تحقيق الصبر والتقوى. وقد قال الله عز وجل أيضا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. لماذا يا ربنا؟ قال: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فهذا هو السبب الذي حصل لهم هذا التمكين من الله سبحانه وتعالى. يعبدونني لا يشركون بي شيئا، تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى ونفي الشرك والبعد عن الشرك بالله سبحانه وتعالى.